الفيديو ده يا جماعة خاص بأسعار البصل والثوم. يعني هنقول أسعار البصل من بداية تقليعه، ثم يعني مراحل ارتفاعه لحد الآن. هنشوف ارتفع لحد ايه، ونشوف بعد كده في انخفاض في أسعاره يوم ورا التاني. فهنشوف أسعار البصل وصلت لحد فين، وهنشوف أسعار الثوم، وهنشوف يعني توقعات الأسعار الأيام الجاية للبصل والثوم. بس دي بتبقى مجرد توقعات يعني. أهم حاجة يا جماعة ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو. لو فهم متابع جديد أول مرة يشوفنا ما ينساش يشترك في القناة بالضغط على كلمة اشتراك باللون الأحمر أسفل الفيديو، وفعل زر الجرس علشان يصلك كل جديد. طبعا يا جماعة احنا بنعرض لكم الأسعار الحقيقية في أقل وقت ممكن. يعني الفيديو مش هتلاقيه 10 دقايق ولا نص ساعة ولا الكلام ده كله. بنحاول ان احنا نجمع لك الاسعار في فيديوهات مبسطة بالشكل اللي انت بتشوفه ده. طيب، البصل يا جماعة من بداية تقليعه، نبتدي الاول بالبصل. من بداية تقليعه يعني كان جنيه ونص وجنيه وربع وجنيه، وكان في 75 قرش للبصل. يعني كان موسم يعتبر فيه خسائر كتيرة جدا على الفلاح والمزارع. طيب، في ناس باعت وفي ناس خزنت البصل. طبعا اللي باع يعني باع غصب عنه طبعا، عليه ايجار عليه فلوس، يعني الناس عارفة ظروف بعضها. اللي خزن يعني في ناس مخزنة بصل كتير جدا لحد دلوقتي. وطبعا كان سبب انخفاض اسعار البصل في بداية تقليعه ان البصل القديم كان مركون مخزن في السوق، وكان زرع وحالته تعبت، فكان بيتباع بسعر رخيص. فلذلك برضو التاني اللي كان الجديد بتاع السنة دي كان سعره رخيص برضو. اول ما البصل ابتدى يخف القديم من السوق، وقلنا الكلام ده في فيديوهات قبل كده، ابتدت اسعار البصل تتحرك جنيه ونص لحد 2 جنيه و2 جنيه ونص، و3 جنيه الا ربع، يعني من حوالي شهر لورا. من حوالي 20 يوم يا جماعة كده او 15 يوم ابتدت اسعار البصل تتحرك. كانت اسعار البصل الابيض هو اللي كان مرتفع، وكان واصل 4 جنيه ونص. بعد كده البصل الاحمر ابتدى ان هو سعره يرتفع، وصل لحد 5 جنيه. وصل 5 جنيه يا جماعة، وبعد كده ريح نص جنيه بقى ب4 جنيه ونص. امبارح بس او اول امبارح ريح نص جنيه تاني ب4 جنيه. البصل الاحمر اعلى حاجة يعني هتلاقي فيه ب4 وفيه ب3 وفيه ب2 ونص، يعني حسب جودة الزرع يعني اللي قدامك. مش كل البصل يا جماعة بصل، الاسعار بتختلف حسب الجودة بتاعة الزرع. المهم اسعاره حاليا يا جماعة 4 جنيه للبصل الاحمر، و4 وربع 4 ونص في البصل الابيض اللي هو البصل الكشري الثورة الكبير. طيب، الايام الجاية من المتوقع، بس يعني هياخد فترة لقدام، ممكن اسعاره ترتفع. يعني ممكن يصل 6 جنيه و6 جنيه ونص و5 ونص. ده توقعات ان هو ممكن يرتفع. طيب، التوم لحد دلوقتي يا جماعة في توم بعرشه من 4 جنيه لحد 5 جنيه، وفي ب3 ونص طبعا، وفي ب4 ونص. والتوم اللي هو الروس يا جماعة في 6 جنيه، والتوم المفصص في 6 ونص و7 جنيه. طيب، اسعاره هترتفع. يعني احتمال كبير جدا ان اسعار التوم ترتفع خلال الايام الجاية، لان طبعا زي ما انتوا شايفين ده موسم زراعة البصل وموسم زراعة التوم، وطبعا لسه داخلين في الموسم. يعني لما تخش في نص الموسم كده، يعني قلنا لما تخش في نص الموسم يا جماعة او بعد نص الموسم كده شوية، هتلاقي ان ممكن الاسعار التوم دي ترتفع شوية، لان اللي بيبقى عنده في البيت شوية مخزنهم بيخلصوا و الى ذلك، فبيبتدي ان هو يشتري، فبيبقى عليه سحب يا جماعة التوم والبصل خلال الايام الجاية. فمن المتوقع ان هو يرتفع، وهبقى افكركم بالكلام ده في الفيديوهات الجاية
لو حصل ارتفاع لأسعار البصل وأسعار الثوم. نتمنى التوفيق للجميع وربنا يرزق الجميع. شكرا لكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.